الثقافية والترفيهية بصفة يعني مجانا للشباب والطفولة في أماكن مختلفة عبر ولاية تلمسان، لا سيما بالمناطق التي لا توجد بها موارد ثقافية ترفيهية كافية، بمقاربة جديدة هي ربط التنشيط بالابتكار. نعم. ايضا اللي ممكن على الاقل يعرف التطبيقات اللي يصمم بها، يعرف تعطيه فرصه انه يحكم كاميرا، تعطيه فرصه انه يصور، انه تفاعل كبير. مثلا الشطرنج، انا واحد من الناس اللي كنت حاكم الشطرنج، كان تفاعل كبير بزاف. حنا نحكيو بصفه عامه في النشاط في حد ذاته، كيفيه حنا نخرجوا من التسيير نتاع التظاهرات الكبرى، من التسيير الكلاسيكي الى التسيير اللي يستندنا على اسس علميه ترتبط بصفه مباشره بالذكاء الاصطناعي. كيفاش نبقاو نسيروا هذه التظاهرات بطريقه علميه جيده، ولازم هذا لابد. حنا ما راش راح نهربوا من الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي كنا ناقشناه بزاف على من خلال اجتماع التنسيق مع مديريه الشباب والرياضه، كيفاش نخليو هاد الشباب هم يفكروا في ايجاد الحلول الابتكاريه لتسيير مثل هذه التظاهرات. الايام يكون تكون متواجده فيها الجمعيات الولائيه برنامج يكون مدروس من كل الجوانب. عمليه التنفيذ تاعو اكيد ستتم بطريقه سلسه ومرنه.